الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم معاكم عن رحلات اليوم الواحد من شركة الرهف. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ودايما اشتركوا في القناة، وأي رحلة انتوا عايزينها ابعتوها لي في الخاص وانا انزلها لكم او اعمل لكم اعلان عليها، وتحت امركم جميعا. اولا احنا النهاردة معانا رحلة بورسعيد. دي سعرها النهاردة ب120 جنيه، دي آخر مجلة نازلة. الإسكندرية 120، راس البر 140، اللؤلؤة 180، كريستال 250، الريف العربي 300، أفريكانو بارك واسكندرية 300. طبعا حجز الرحلات دي بيبقى فيه ليها مكانين. فرع زي ما انتم شايفين في المجلة، فرع شبرا، او برقم التليفون بتاع فرع شبرا، او فرع فيصل، وبرضه ده رقم التليفون بتاع فرع فيصل، او الحجز اللي هو من عن طريق الابليكيشن بتاعه. الناس اللي عايزة تروح تحجز من شبرا بتروح من عند محطة سانت تريزا، بتطلع أول دور، يعني بتطلع أول عمارة في الوش، أول دور بتلاقي الشركة. طبعا كنت منزل لكم انا عن مصايف مرسى مطروح، ودلوقتي في كمان عرض للشقق بتاعت اسكندرية. انا بوريكم المجلة كلها، ده برج الابراج بتاعت مرسى مطروح. دلوقتي هنخش على اول حاجة راس البر. زي ما قلت لكم، التجمع بيبقى الساعة 6، وفي فطار مجاني في الأتوبيس، والتحرك لراس البر، وبعدين باختياري بقى الحاجات دي براحتك انت. الشاطئ، عايز تنزل مثلا عند الشواطئ تمام، عايز تروح منطقة اللسان تمام، جولة حرة تمام. والعودة بتبقى على الساعة 7. وطبعا راس البر جميلة جدا، وسعرها 140 جنيه. دي الشركة دي راس البر. اسكندرية اليوم الواحد بصراحة احنا جربناها، بس جربناها في الشتاء، جميلة جدا. رحنا برضو حجزنا، وكان طالعين مع جروب حلو قوي، والأتوبيس كمان كان بصراحة جميل جدا. دلوقتي الرحلة دي ب120 جنيه. بس طبعا اسكندرية يوم واحد دي يعني ايه، برضه انا ما بقولش رأيي، بس ايه، يحب يروح يقعد كام يوم يعني او كده في اسكندرية. اسكندرية 120 جنيه برضو، التحرك 6:30. أتوبيسات مكيفة. زيارة القلعة دي اختياري، جولة حرة في سيدي بشر اختياري، محطة الرمل، خالد بن وليد، سان ستيفانو. برضو التصوير طول اليوم، وبيبقى برضو هناك جميلة جدا، وبيبقى معاك برضو مرشد من الشركة بيقول لكم على حاجات كتير. احنا برضو لما رحنا بصراحة اتبسطنا قوي، والاتوبيس كان ما شاء الله كويس جدا. هي برضو شركة الرهف عملت اتوبيسات حلوة قوي الفترة اللي فاتت. رحلة بورسعيد. رحلة بورسعيد فيها حاجتين، يعني في رحلة مبيت يوم، وفي رحلة ب120 اللي هي ذهاب وعودة في نفس اليوم. هبقى انزل لكم برضو فيديو وتشوفوها وكده. الرحلة برضو بتتحرك 6 من عند محطة سانت تريز، او من ميدان التحرير، او من عند جامعة القاهرة. الفطار بتاع الاتوبيس ده مجانا. الانتقالات بتاعة الاتوبيس، اول حاجة لما بنروح بنركب المعدية، وبعدين بننزل بور فؤاد، وبعد كده بنروح عند البيوت الفرنسية. دي جميلة جدا، احنا الرحلة دي رحناها. من الحاجات الجميلة قوي اللي انت لما بتنزل بور فؤاد بتبقى جميلة جدا، بنتصور وتشوف كمان الطيور، وتشوف هناك يعني بجد تحفة قوي. مميزات قوي هنا رحلة بورسعيد. طبعا بقى ايه، مش عايز اقول لكم اللي احنا عاملين فيديو ليها مخصوص لوحده. هي ب120، ذهاب وعودة، واحلى اكلة سمك بقى تاكلها في بورسعيد، في سوق السمك الجديد او سوق السمك القديم. وطبعا بقى ما تنسوش طبعا علوش، وما تنسوش بقى طبعا احلى اكل هناك، شوكولاتة وشوكولاتة مستوردة. الرحلة دي جميلة جدا ب120. والحجز من التليفون، او الحجز برضو زي ما قلت لكم تروح الشركة. انا بصراحه من ضمن الرحلات اللي انا طلعتها وبسطت فيها جدا، ويوم واحد وكانها خروجه، انت رايح تاكل اكله سمك وتقعد على البحر. عدينا بور فؤاد، وقعدنا على البحر في بورسعيد، وكان عند العيوطي فول وطعميه. لا بجد رحله جميله جدا. كريستال بقى دي اللي انا بقول لكم ب225، دي الفطار برضو في الباص والتحرك. طبعا الشواطئ بتاعت السخنة بتبقى تبع القوات المسلحة. أسعارها حلوة جدا وجميلة جدا. وأنا هسيب لكم برضو في نهاية الفيديو شوية صور كده هتعجبكم قوي عن كل الأماكن اللي احنا اتكلمنا عليها. من ضمن الحاجات برضو اللؤلؤة.
احنا عاملين فيديو ليها، شاطئ اللؤلؤة. دي الدخول بتاع شاطئ اللؤلؤة لوحده لو انت رحت بس من غير كده. الشاطئ بدخول ب100 جنيه وب120. الرهف عاملة عرض ب180 جنيه، غير الفطار اللي هو بيديهولك، غير اللي القرية بقى فيها مطعم وسوبر ماركت بأسعار عادية خالص. كل الناس اللي طلعت معانا الرحلة دي السنة اللي فاتت عايزين نعملها السنة دي كمان، بجد جميلة جدا. واحنا كنا عاملين فيديو كمان على اليخت. برضو اللي حابب يخش يشوفه هتلاقيه برضو عندنا في القناة. هنزل لكم اللينك بتاعه في التعليقات، واي حد عايز يسأل على حاجة يبعتلي وانا تحت امركم. ده طبعا فندق دوما في مرسى مطروح. برضو ايه ده، انا كنت عامل فيديو عليه. من برضه هم يعني اي حد تسأل كده على، يعني على شركة الرهف دايما يقولوا ايه، مرسى مطروح. كل شركة من شركات السياحة اللي احنا بننزلها بيبقى ليها ميزة، يعني تلاقي حاجة مميزة فيها. دلوقتي بقى رحلات الريف العربي دي ب300، وزي ما انتم شايفين، ورحلات افريكانو بارك اسكندرية ب300 برضو. رحلات جميلة جدا. كل واحدة منهم انا عامل لكم فيديو ليها مخصوص. بجد رحلات جميلة جدا، بالذات بتاعت افريكانو ذهاب وعودة. اهم حاجة ما تنساش اللايك وما تنساش الاشتراك، ودايما تدعمونا كده عشان نعمل فيديوهات تانية جديدة. انا ان شاء الله ناوي اعمل لكم كل فيديو لكل رحلة لوحدها، بحيث ان انتوا تشوفوها كلها. كل رحلة انا هعمل لكم فيديو ليها مخصوص عشان تعرفوا ايه اللي فيها وتعرفوا ايه الحاجات. افريكانو بارك دي هنوريكم الفيديو بتاع الغابة والريف العربي. الرحلة الجاية كلكم معانا يا جدعان، والله العظيم كان نفسنا تكونوا كلكم معانا. وان شاء الله الرحله الجايه الشهر الجاي، وتنورونا ان شاء الله كلكم. احنا في خالد بن الوليد.